السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في ماشين ديديس أم محاسن. نتمنى أن أموركم تكون بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو اللي غادي يكون تتمة ديال البلايص الطبيعية اللي مشيت ليهم هاد العطلة ديال الربيع. نتمنى أن هاد الفيديو يعجبكم وفرجة ممتعة. اول حاجه كندير ملي كنفيق الصباح كنمشي ديريكتومون لا فونيتر نشوف يعني الجو كيف داير، على بها كنعرفوا واش غادي نقدروا نمشيو لي ديستيناسيون اللي كنا قررنا في لافاي ولا لا. وثاني حاجه كنتسنى ان الثلج يطيح، حيت حنا ملي جينا الافران كنا عارفين بان ربما يقدر يطيح الثلج في هاد لا سيمين، وغادي تكون سابقه حيت قليل فين كيطيح الثلج في الموا دافريل. دونك كل نهار كنحل لا فونيتر كنقول بوتيتر نقدر نلقى لا نيج. دونك غادي نهبطوا باش نفطروا ومن بعد تبقوا معايا باش تشوفونا غادي نمشي. من بعد ما فطرنا غادي نشدو دابا الطريق. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم الحال شاتي، اسبيرون ان الجو يبقى بحال هكا ما تصبش الشتا بزاف باش نقدروا نمشيو كاع لي ديستيناسيون اللي بغينا نمشي ليهم اليوم. اليوم ان شاء الله قررنا اننا نمشيو غابه ارزغورو، راس الماء، دايت عوا، وغادي نخليو عين فيتال كاخر ديستيناسيون حيت كاينه في افران. كيف ما قلت لكم من قبل ديستيناسيون ديالنا الاولى غادي تكون غابه ارزغورو. غابة أرزغورو ما بعيداش نهائيا على مدينة إفران، تقريبا ربع ساعة وكنا فيها. دونك هي في طريق أزرو. دونك قبل ما توصلوا لأزرو ب5 كيلومتر كاينه واحد الطريق اللي كدي ليها كيف ما كتشوفوا معايا. وصلنا كيف ما كتشوفوا معايا نورمالمون راس الماء قبل من غابه ارزغورو. مي ولادي ملي جينا الافران هما باغيين يشوفوا لي سانج، دونك درنا لهم خاطرهم غادي نخليو راس الماء حتى نكونوا راجعين وندوزو نشوفوها. بزاف ديال لي توريست اللي كيجيو دي موندونتي باش يشوفوا هاد الشجره ويتصوروا معها اللي عندها اكثر من 800 عام، واللي الغابه مسميه على السميه ديالها ارزغورو. وارزغورو كتعني شجره الارز غورو. هاد الشجره تسمات على السميه ديال ان جينيرال اللي كان في يامات استعمار اللي سميتو غورو. غابة أرزغورو مصنفة كتراث وطني فيو لا كاليتي ديال الخشب اللي كتنتجو هاد الاشجار، وحتى المساحه ديال شجر الارز الاطلس كتمثل يعني ربع المساحه العالميه لهاد النوع ديال الاشجار. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يدوزوا لا جورني ديالهم هنايا راه كاين فين يجلسوا حتى فين يتغداو. كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين ما غاليش هنا، ما بين 60 حتى ل 100 درهم بوغ 4 ا 5 بيرسون. دونك الا ما صبرتش الشتا غادي نبقاو هنا ان شاء الله باش نتغداو. وكما كتشوفوا معايا هنا الجلسه زوينه بزاف وسط الطبيعه، و تري سامبل. وكما كتشوفوا معايا انتم جالسين وفوق منكم شجر الارز اللي كيعطي واحد المنظر يعني خيالي لهاد البلاصه. ملي جيت وانا كنهضر لكم غير على شجر الارز ونسيت لو بلوز امبورطون اللي جايين على قبالو اللي هما لي سانج اللي ولاديكم ما شافوهمش اليوم كان غادي تسطاو ليا. هاد الغابه عامره بهاد النوعيه تاع لي سانج اللي كتلقاوهم بارتو، تالمون ولفوا على لي توريست انكم كتلقاوهم حداكم، يكونوا موجودين غير الكاوكاو ولا البنان اللي كيتباعوا سور بلاص، ولي سانج ما غاديش يفرقوكم.
من بعد ما شبعوا ولادي من ليسانج واخا ما بغاوش يمشوا ليا كاريمون، قلنا من الاحسن اننا نمشيو نشوفوا راس الماء هكا، يعني نديروا فيها ان تور ونشوفوا واش غادي نتغداو تما ولا في غابه ارزغورو ولا نرجعوا للوطيل. دونك ملي مشينا لراس الماء ما كاينش شي حاجه يعني اللي يعني جاتني مهمه انا نبينها لكم، تقريبا بحال غابه ارزغورو، غير الحاجه اللي زايده انها فيها عين ما فيهاش بزاف ديال الماء، جو حيت ما صباتش الشتاء بزاف هذا العام. من بعد ما درنا لو طور في راس الماء جينا لإفران، قلنا من الاحسن اننا نتغداو في لوطيل نرتاحوا ومن بعد نمشيو لعين فيتال. من بعد ما تغدينا وارتاحينا دابا ديريكسيون لعين فيتال اللي كيف ما قلت لكم كاينه غير في إفران. كيف ما كتشوفوا معايا وصلنا لعين فيتال اللي كتعجبني بزاف. دونك بقاو معايا نديروا ان تور ومن بعد نطلعوا لا كاسكاد الفوق. الحاجه اللي نسيت ما قلتش لكم هي انكم اي بلاصه مشيتوا ليها يمكن لكم ديروا بالاد على العود، والثمن ديال هذا البلاد يلفاغي على حساب لا ديستونس اللي غادي تركبوا على الشوفال، يعني ما بين 20 حتى 50 درهم. من بعد ما شفنا لا كاسكاد جينا باش نشربوا اتاي ونسخنوا او ميم طون حتى العواد، حيت اليوم كان البرد قاسح. جو كخوا ان غدا غادي يطيح الثلج، اسبيرون بيان. خدينا اتاي مع المسمن والبغرير، وكاينين حتى الطواجن الا بغيتوهم والثمن ديالهم مناسب. كيبقى الطاجين ديال 4 بيرسون ب 70 درهم. رجعنا دابا للوطيل. هاد العشيه كيف ما قلت لكم تحرك واحد البرد اللي قاسح بزاف. ان شاء الله غادي يطيح غدا الثلج الى كتاب، اسبيرون بيان. طلبوا معايا دونك غادي نرتاحوا ونتعشاو وننعسوا، وغدا ان شاء الله تشوفوا معايا واش غادي يطيح الثلج ولا لا.
وملي فقنا لقينا بصح الثلج وفرحت بزاف، حيت كيعجبني نشوف إفران وهي مغطيه بالثلج. واحد المنظر اللي يعني ما كيتوصفش. كيعجبني انني نشوف يعني البيوضيه في المدينه ديال إفران، واخا الناس اللي ساكنين هنا كيجيهم قاصح وصعيب بزاف يعني الثلج، مي انا غير المنظر ديال الثلج كيعجبني بزاف. دونك نخليكم مع إفران كيف كيكون الشكل ديالها وهي مغطيه بالثلج، ونقول لكم الى فيديو قادم، وصفه جديده وافكار جديده ان شاء الله.